ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل لكم فطار سريع. شفت يانج كونج كده ولا مش عارف اسمه ايه، راجل اجنبي كده عامل فطار رايق وحلو. ممكن بالنسبه لهم تكون تكلفته قليله، بس اكتشفت ان هو هنا هتبقى تكلفته عاليه شويه. فاحنا بنعمل ايه الفطار ده ايه كنوع من انواع التغيير، يعني بنكسر الروتين بس مش اكتر. بس يعني ايه ممكن ان احنا نعمله بتكلفه اقل، كل واحد بقى يفنن ويعمله بطريقته. انا قلت اعمل الطريقه اللي هو عملها بالظبط تمام. المهم بقى، لو انت اول مره تتفرج عليا فضلك لو سمحت بكل ادب وبكل احترام تنزل دلوقتي حالا تعمل اشتراك في القناه، حط لك كلمتين على الفيديو، تنزل تكتب لي كومنت لو عايزنا نجرب منتج معين او مطعم معين. في غلط في الكلام؟ مفيش غلط في الكلام. يبقى ندخل على الفيديو، تعالوا نشوف هنعمل ايه. احنا هنجيب البتاع اللي هي ايه، اللي بتعمل الكب كيك والحاجات دي في الفرن. تمام، خليها على جنب هنا كده. هنجيب عيش اللي هو عيش التورتيلا. دي المكونات بتاعتنا. عايزين بيضاية او بيضتين، وعايزين شوية جبن، يعني اي جبنة عندك، جبنة موتزاريلا، جبنة تركي، جبنة شيدر، اي حاجة. وعايزين لانشون. تمام، وعايزين عيش التورتيه، عيش التورتيلا. هنعمل ايه بقى؟ الخطة كالاتي. انا اكتشفت يا جدعان ده العيش ده كان رخيص زمان، اكتشفنا ان هو بقى غالي جدا يعني. فاحنا ممكن يعني نستبدل ده بالعيش الابيض او بالعيش البلدي عادي. ما تنفع بالعيش البلدي؟ مش هتنفع بالعيش البلدي، بس ممكن تنفع بالعيش الابيض، صح؟ تنفع بالعيش الابيض يعني. بص بقى احنا هنعمل ايه. هنجيب العيش ده كده. تمام، هما كان عندهم مكبس كده حطوه قطع العيش. احنا بقى ايه، احنا طبعا ما عندناش المكبس ده، احنا ناس بدائيين. تخش عليا بالراحة. وبعدين ايه بقى، هنقطع كده دايرة. طبعا يا جدعان العيش اللي هيتبقى احنا كده كده ايه هنستخدمه في حاجة تانية، يعني عشان احنا مش ناس مفتريين. نعمل بيه ايه؟ نعمل بيه سخينة، ماشي؟ او نعمل بيه ام علي. ينفع؟ ينفع نعمل بيه ام علي؟ خلاص يبقى نعمل بيه ام علي، ماشي. ونلف كده نعمل دايرة. ماشي يا جدعان، انا على قدي في الهندسة شوية. اديني عايز كده الناس تبقى قاعدة معايا جوه الدايرة. بس كده، بس كده ملهاش لازمة. ونطلع بقى العيش. يا سلام. بس والله العظيم اعمل لايك، اعمل لايك. طبعا عايزين بس نشيل ده كده. بصوا بقى خطة كالآتي. طبعا احنا ايه قطعنا العيش ده كده. هنجيب بقى البتاع اللي هي بتاعت الكب كيك دي، رشة زيت كده خفيفة سريعة. ونبدأ بقى ايه، احنا كبرناها شوية بس ماشي. اوبا، ده العيش بقى ايه، ده طري خالص. نبدأ بقى ان احنا ننزلها كده. شكله وردة كده، حلو كده صح؟ ايه عشان ما يتلفش معانا. ماشي، اعملهم كلهم واجيلكوا. يعني ايه المفروض ان احنا هننزل العيش كده. هعملهم كلهم. هو الدايرة كانت عايزة تبقى اصغر شوية بس ماشي مش مهم. ماشي يا جدعان، احنا هنا بصوا احنا قسمنا على 2 عشان العيش تقريبا مش طازة، وحطيناهم كده فوق بعض. بصوا ده كده ايه منظرهم. هو فطار اوزي شوية يعني. هنجيب بقى بعد كده البيض، هنكسره هنا كده. ايه البيضة الرزلة دي؟ البيضة اتكسرت ومش عايزة. الله، ده انت رزلة بقى. ونكسر تاني بيضة كمان. هو البيض ده قشره ليه رزل كده؟ ايه ده؟ انت عارف مع البيض نحط رشة فلفل ورشة ملح. نقلب بقى البيض. يا سيدي، تمام، ظبطنا كده البيض وظبطنا كل حاجة. نعمل ايه بقى؟
نجيب اللانشون. تمام. ممكن نقطع كده ايه نص كده، نحطه هنا كده في النص. يا سلام يا سلام عليا يا واد يا يوسف لما بتفنن بقى وبتعمل الحركات. اعمل لكم فطار اجنبي. اعملوا اللانشون ده طعمه حلو والله. هعمل لكم فطار ايه؟ فطار اجانب. حاجات طبعا انا مش هقدر اقول ده صحي ولا مش صحي، بس هو اكتر حاجه صحيه في البيض يعني على ما اعتقد يعني. والعيش ده تقريبا برضو صح، العيش ده حلو. ماشي كده ايه اول مرحله. بعد كده بقى دي المرحله اللي بالنسبه لي اكثر خطوره. هنحط بقى البيض كده في كل واحده ايه شويه بيض كده من فوق. يا لهوي استر يا رب. في ناس بتبصلي بصات من ورا الكاميرا، يعني بتصورني وبتبصلي في نفس الوقت، فالحق نفسك الحق نفسك عشان هنا محدش بينفع حد يا حبيبي. هو الفكرة مش في البيض، انا مش عايز اكتر البيض عشان البيض يستوي في الفرن، فاهمة؟ انا عايز اكتر بقى من ده جبنا شوية ميكس جبن كده حلوة بقى يا سيدي. اديني وانا اضيع والله، يعني نفسي حد كده يديني وانا هضيع، انا اعرف اضيع ازاي. حلو اختراع ميكس الجبن ده. عندنا سوبر ماركت هنا ناس محترمة كده عندهم ميكس الجبن اللذيذ ده. دي بقى عايزة تتاكل ايه اول ما تطلع من الفرن. لا احنا بقى نتوصى بالجبن بقى، معلش هم حاطين جبنة بيضة ولا ايه؟ يعني مش لاقيين حاجة يحطوا حاطين جبنة بيضة. يا تبقى صورة فيديو عالمية. وبكده يا جدعان يبقى وصلنا للفطار الحلو الجميل اللذيذ ده. دي بقى هندخلها الفرن تقريبا 5 كده، وقابلكم بعد ما تطلع بقى عشان ندوق ونقيم. خليكم معايا. الله يا جدعان على الريحة الفظيعة. تعالوا خدوا بصة، ريحتها جامدة جدا. اتفضلوا معايا بقى. بصوا فطار اوزي كده وحاجة ايه، حاجة سمباتيك كده على ميه بيضة. عايزين واحدة بقى ايه رايقة، دي رايقة. هي لسه طالعة على فكرة ومولعة، بس الجو ساقع فعادي بالنسبة لي. يا نهار ابيض. نشيلوا دي بقى. بصوا يا جدعان عاملة ازاي. الله سو كيوت. فطار كيوت قوي بقى. عارفه ده شبه الناس اللي هي بتفطر ايه، بتفطر كرواسون ومربى وباتيه وكابوتشينو والحاجات الرايقه دي. المهم يلا ندوق ونقول بسم الله. انزل يا ابن قلبي اعمل اشتراك في القناه وحط لايك متين على الفيديو عشان الفيديو ده حلو ورايق. يلا ندوق بسم الله. في شويه قرمشه حلوه، بس انا عايز ادخل بقى عند البيض وميكس الجبن الرايق ده. بسم الله. شو مولع. اللي جايه دي هتبقى بصوا الجبن باظه ازاي. بصوا ايه رايك؟ حلوه. اقيمها 100 من 100 عشان عجبتني بجد. بصوا التطبيل ده، هو ده التطبيل بقى، دي التربيه الصحيحه. بسم الله. سخنة وهي سخنة حلوة الصراحه فظيعه رهيبه جامده جامده جامده. لا الصراحه عجبتني، تجربه ناجحه جدا بصراحه. جربوها هتعجبكم، بس بلاش بالعيش التورتيه ده. اتعملت بالعيش الابيض هتبقى احلى صح؟ عشان مش هتنشف بسرعه كده. مش هتنشف بسرعه، وبعدين العيش ده غالي جدا، فاعملوها بالعيش الابيض هتعجبكم. لو جربتوها اكتبوا لي تحت ايه رايكم تحت في الكومنتات. تنساش بقى ابن قلبي عمال اقول لك اعمل لايك، انزل اعمل اشتراك في القناه. اعمل لكم ايه تاني؟ اعمل لكم اقف على ايدي ورجلي عشان يعني تعملوا لايك. يلا اشوفكم في فيديو جديد. سلام.